الإلحاد. الإلحاد هو موقف فكري ينكر وجود الإله. مهم كتير نوضح إن الإلحاد يفترض أنه ليس بدين، لأنه ما عندهم عقيدة لا روحية ولا شريعة ولا أي شيء من مقومات الأديان. ولكن لماذا يحارب الملحد الأديان عموما، وفي عصرنا الحديث يحارب الإسلام بشكل خاص؟ خلينا نشوف ماذا قال كبار الملاحدة عن الأديان. كبار الملحدين عبر التاريخ أمثال نيتشه، والشهير بعبارته الله قد مات، طبعا وحاشا لله سبحانه وتعالى، ولكن هون نيتشه كان يقصد أن الدين قد فقد سلطته في أوروبا. في حين كارل ماركس أحد أيضا كبار الملاحدة قال الدين أفيون الشعوب. ليش؟ لأنه يقصد بها أن الدين هو أداة لتخدير الشعوب والتحكم بهم ومنع حرياتهم. في حين ريتشارد دوكنز قال أن الدين يناقض العلم، وبالتالي رأى أن الدين عائق أمام التقدم العلمي في أوروبا. طب لماذا هؤلاء وغيرهم هاجموا الإسلام بالذات من بين الأديان الأخرى؟ طبعا أكيد إحنا عارفين أنهم هاجموا وما زالوا يهاجموا الإسلام، لأنه دين يتبعه ملايين من البشر، ودين له تأثير قوي جدا في حياة الأفراد وفي حياة الشعوب. وبالتالي أقوى دين هم عم بيحاربوه هو دين الإسلام، لأنه بالنسبة لهم منذ القرن السابع عشر، هذا النشأة الحديثة لظهور الفكر الإلحادي منذ القرن السابع عشر الثامن عشر بدأت نشأة الفكر الإلحادي ضد الفكر المسيحي أو ضد الفكر الكنسي، وبعديها انتشر أكثر مع التقدم العلمي في القرن العشرين والواحد وعشرين وغيرها، والآن له انتشار واسع في أوروبا. أنا ما عندي مشكلة باي ذا واي، الأديان لابد أنه في واحد فقط صحيح منها، وما عندي مشكلة أن يكون هناك أحدهم فكر في دينه وخرج منه، ولكن لما أنك تفكر كتير منيح رح تاخد الدين الإسلامي. هذا اللي بيخوفهم، هذا اللي بيخلي الملاحدة دائما يركزون هجومهم فقط على الدين الإسلامي، برغم إنه في كتير أديان تانية موجودة. بثوث على السوشيال ميديا 24 ساعة بيطلع فيها الناس بيقول لك أنا هدفي أشكك الناس في دينهم. طيب طبعا الفكر الإلحادي منذ له أصول تاريخية، ولكنها قليلة جدا، زي ظهرت في أيام اليونان وبعض الفلاسفة، وإلها جذور شوية تاريخية.